ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. حبيت أناقش السؤال اللي شاغل كل بيت في مصر والوطن العربي النهاردة، مش بس معاك كام، السؤال هو أحط فلوسي فين؟ الناس انقسمت لثلاث أحزاب: حزب الذهب اللي شايفه الملاذ الآمن والزينة والخزينة، وحزب العقار اللي المؤمن بمقولة العقار هو الابن البار، وحزب الشهادات والبنك اللي بيدور على العائد الشهري المضمون عشان يسند مصاريف الحياة. وسط تقلبات الأسعار والجدل على السوشيال ميديا التوهة زادت. عشان كده النهاردة قررنا نقطع الشك باليقين. ضيف اليوم هو الأستاذ وليد عادل، خبير اقتصادي ومصرفي، هيشرح لنا بلغة الأرقام إيه اللي بيكسب وإيه اللي بيحافظ على القيمة وإيه الفخ اللي لازم نهرب منه. برحب بحضرتك معانا في فرز أول، نورتنا. أهلا وسهلا بيك يا أهلا بحضرتك أستاذ وليد. في البداية كده أنا عايزة أقول لك إن الناس في حالة مخاوف، عندهم مخاوف وقلق ومحتارين. يعني دلوقتي اللي معاه قرشين، يعني مثلا أنا لو معايا 100,000 جنيه النهارده أروح أعملهم شهادة في البنك، ولا أجيب بيهم سبائك ذهب، ولا أدفعهم مثلا مقدم في عقار، ولا أشيلهم تحت البلاطة وأسكت؟ يعني هو طبعا السؤال زي ما حضرتك قلتي كده بالظبط، هو يهم الناس كلها. بس خلينا نقول ان بدأ الاهتمام الاكتر بنحط فلوسنا في ايه لما الناس حست بتآكل قيمة الفلوس بتاعتها. يعني بمعنى اصح لما التضخم زاد جدا واصبح الفلوس ملهاش قيمة. اصبح النهارده فكر الناس كلها احنا هنعمل ايه؟ ناخد فلوسنا نوديها فين؟ احنا زي ما احنا شايفين، هو احنا في قنوات طبعا استثمارية كتير موجودة. عندنا زي ما حضرتك قلتي بالظبط، عندنا الذهب طبعا اللي هو الزينة والخزينة وحفظ قيمة الأموال بتاعتنا. وعندنا العقارات طبعا، والعقارات يعني ما شفناهاش قبل كده خسرت خالص. وعندنا كمان الشهادات البنكية والودايع، وكمان في حتة بقى كمان كده نضيفها كمان الناس بقى اللي هي بتهتم بأسواق المال والبورصات والحاجات ديت، عشان العوائد منها برضو ما ننساش الجزء ده. بس الخبطة فيها برضو بتقسم الظهر. والله خليني اقول لحضرتك، هي الخبطة في اي حاجة من الحاجات ديت هتقسم الظهر والوسط كمان، مش الظهر بس. ده حقيقي. ليه بقى؟ عشان خاطر التضخم لما جه خلى الناس تفكر بمنطلق تاني وبفكر تاني. يمكن لو حضرتك انت بتتكلمي بتقولي لو حد معاه 100,000 جنيه يعمل ايه؟ هو ال 100,000 جنيه ما يعملوش اي حاجه دلوقتي اصلا. مشوار للمول شوبينج خلاص. بالظبط كده. 100,000 جنيه انا بضربه فور اكزامبل يعني. فاحنا لو هنتكلم، احنا خلينا نقول معاه فلوس، لكن 100,000 جنيه يعني ما يعملش حاجه النهارده. خلينا نقول النهارده المينيمم عشان خاطر تفكر ان انت تستثمر النهارده او تعمل حاجه، انت بتتكلم اتليست مليون جنيه عشان تبقى كذا. فطبعا مين النهارده اللي عنده، او كم واحد معاه مليون؟ يعني مين اللي معاه المبلغ ده عشان خاطر يخش باستثمار؟ ولكن في ناس طبعا يعني نخليها كده شرايح، نخش كده من اول مثلا الشهادات البنكيه، والناس اللي هي الفئات المتوسطه اللي دايما يا عيني بتبحث عن حاجه تسند المعيشه معاها، ونقول ان ده خيار مناسب جدا ليهم. الناس دي اولا ما عندهمش خبره في نظام المضاربات اللي هنتكلم فيه عن الذهب طبعا دلوقتي، وهنتكلم في كل حاجه يعني ان شاء الله تعالى هنشرحها باستفاضه للناس، لان بصراحه الحلقه دسمه والكلام فيها هيبقى كتير قوي. بس احنا هنحاول مناسب جدا. يعني الكلام بتاع النهارده يهم ناس كتير قوي. انا عايز اقول ناس قاعده تترقب. ده انا عايز اقول ان الكلام النهارده احنا لو يعني محددين ان الوقت يجي كده مع الاحداث اللي حصلت من اليومين اللي فاتوا او النهارده، مش هتطلع زي ما احنا بالظبط زي ما احنا هنقوله. الكلام هيبقى متوافق، لان كنا هنقوله من كام يوم ان دي توقعات، بس الحمد لله رب العالمين جعل التوقعات النهارده تبقى حقيقيه. فهنخش الاول عن الشهادات البنكيه او الودايع، ونقول ان الشهادات طبعا افضل، وان كان بعد ما شفنا البنوك التجاريه والبنوك عموما يعني كانت بتدي عوائد او فوائد عاليه في الشهادات، بدات تنزل من العوائد العاليه ديت، وبتنزل كل اجتماع للجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي بيبداوا ينزلوا 1 أو 2%. تمام. طبعا دي علشان خاطر طبعا في اعباء تانية على الحكومه، ان هو فوائد الديون اللي موجوده عليها. فطبعا دي بتمس زي ما هي بيحصل تحسن لصالح الدوله، تمام، وحاجه صحيه جدا. وهم شايفين ان التضخم بدا ينحصر للمعدلات المقبوله،
ان يحصل انها كانت الاول احنا كنا بنسمع طبعا 41%. الناس بقى اللي متابعه بقى اقتصاد ومتابعه التضخم كان كام، وبعد كده وصل ل 32 و33%، وبعد كده نزل ل 25%، وبعد كده بدأ ينزل ل 16%، وبعد كده انحصر عند 13 و11%. بيبقى في فترة بيحصل فيها تذبذب شوية، طبعا برضو نتيجة التقلبات الجيوسياسية واللي بيحصل حوالينا ووجود أموال ساخنة بتخرج شوية منها، فبنرجع يبقى في سياسة إلى بعض الأحيان بتبقى في سياسة تشددية بنسب بسيطة. الموضوع مش سهل تماما، ولكن بيبقى فيه عملية نوع من أنواع التوازن النقدي أو التوازن الاقتصادي عشان المصالح كلها تتحقق. فطبعا احنا شايفين ان العوائد بتاعت الشهادات بتنخفض واحدة واحدة، ولكن برضو هي إلى حد ما هي مقبولة دلوقتي. الناس طبعا زعلانة جدا، بتقولك أحط فلوسي في الشهادات ما بتجيبش حاجة. الدنيا بتغلى يا أستاذ وليد، الدنيا بتغلى والأسعار بتعلى، والعائد اللي بتاع البنوك زي ما هو. لا احنا خلينا نقول العائد بيقل. يعني الاول أيوة كان في شهادات يعني هو ثابت، قصدي ان هو ثابت. يعني اللي بياخد مثلا من عوائده 20,000 جنيه ولا 30,000 جنيه هو عايز 100,000 جنيه عشان يصرف، هيعمل ايه؟ بالظبط، حضرتك بتتكلمي صح. بس هنشوف لما هنيجي نقارن، هنشوف في اول عنصر لازم نبص له الاول، او اي حد لازم يدخل يعني هيخش استثمار او اي قناه من قنوات الاستثماريه لازم يبص على الاول على عنصر الامان. عايزه اقول لك ان ممكن الحاجه السيفتي في عوائد البنوك حاجه واحده بس، ان هو انت ما بيحصلكش ضربات، المخاطر انت فلوسك ثابته، معدل المخاطر راس مالك ثابت. بقى يطلع وينزل يزوده وينقصه، ما هو ده ثابت. ما هو ده الحلو. لكن انا لو تاجرت في الذهب وحصل دروب، يبقى انا كده خسرت فلوسي، راس مالي اتخسف، فاهم؟ بالظبط. فانا احنا خلينا نقول حاجه، خلينا نقول ان لما هنيجي نقيس بمعدلات المخاطر هنلاقي ان الشهادات هي ذو معدل مخاطئ صفري. ليه؟ لانك انت مش متضرر، راس مالك ثابت فعلا ما بيتجرحش ابدا. انت نايم قاعد في بيتك ما بتفكرش ايه اللي هيجرى بكره، ده الذهب علي، ده ممكن يحصل فجوه، ممكن ينزل تاني. ده النهارده في ناس كمان راحت للفضه بعد ما شافوا ان الفضه هي كمان بتزيد، وفي كلام عليها انها كمان هتتبع مسار الذهب، هتنافس الذهب. ممكن الفضه يجي وقت عليها تنافس لا الذهب. لا يمكن. بس لا هي يعني. بس في الارباح هي ممكن تبقى في منافسه. طيب. هي مش هتنافس في الذهب انها تبقى زيه. بمناسبه كلام حضرتك ده، احنا لاحظنا اليومين اللي فاتوا تقلبات كبيره جدا في اسعار الذهب، اب داون. ايه السر ورا التقلبات اللي حصلت فجاه دي؟ وسوق الذهب رايح بينا على فين يا استاذ وليد؟ طيب السؤال برضو ده كويس جدا وجميل جدا. اول حاجه لازم نشوف هو الذهب لما جه يعلى عالي ليه. اول حاجات بتاثر في الذهب عموما، يعني في 3 محددات بيأثروا في اسعار الذهب. اول حاجه السعر العالمي، تمام، وسعر الدولار والعرض والطلب. دول المحددات الرئيسيه اللي بتتحكم في سعر الذهب. لما نيجي نقول سعر الذهب عندنا، لما نيجي نقول جرام الذهب في مصر بقى بكام، كويس. وكل يوم الناس بتقوم الصبح تبص على الذهب زاد وبنعرف سببه ايه. ولكن فاينالي كده احنا لقينا ان الاسعار راحه الى ما لا نهايه، يعني هو عمال يطلع وبدون كمان تصحيحات. يعني كل مثلا الخبراء الاقتصاديين والناس اللي هم ليهم باع في اسواق الذهب، تمام، والاسواق المال، يقول لك لازم ينزل ياخد نفس ويرتاح عشان يرجع يكمل مره تانية. هو ما بيريحش، هو مكمل برضه. دي يعني اصابت الناس الاقتصاديين بنوع من انواع الذعر، لان مفيش حاجه تخض. ايوه طبعا. يعني الواحد بيسمع حاجات يتفاجئ كده في ايه بالظبط، لازم تخض اي حد. ولكن خلينا نقول ان البدايه لما يعني بالتوترات الجيوسياسيه كان ليها عامل اكبر، او عامل الكبير جدا اللي خلى الاسعار العالميه ترتفع. ليه بقى؟ لان عندنا النهارده هو الميزان رايح في حتتين، لا يروح للدولار، لا يروح للذهب. حلو، لا يروح لاسواق المال في البورصات، والبورصات برضو متعلقه ب3، هم ال3 يعتبروا شبكه واحده. مفيش حاجه مثلث، ده العين والقاعده. بالظبط كده. بالظبط كده. فلازم نقول ان الذهب النهارده لما ارتفع كان احد المحددات الرئيسيه هي التوترات الجيوسياسيه اللي احنا شفناها خلال الفتره اللي فاتت. وكانت بدايتها من امتى؟ كانت بدايتها مثلا لما شفنا حرب غزه وحصل التوتر السياسي اللي حوالينا هو سبب في
طلوع ونزول الذهب والدولار وكده؟ طبعا طبعا، دي كانت المرحله الاولى والشراره الاولى اللي خلت الذهب يطلع من كانت الأونصة ب 1980 دولار او 1970 دولار، وانها توصل ل 2000 و3000، وكان في توقعات انها توصل ل4 وحصل بالفعل، وانها توصل ل5 وبرضه حصل الكلام ده بالفعل. تمام. بس حته بقى انها توصل 5000 دولار دي كانت التوقعات راحه انها تبقى على نهايه 2026. الناس شافوها في يناير، بدروها. لا ده ده احنا شفنا. امال في اخر السنه هنعمل ايه؟ هيوصل لفين؟ احنا بقى الله اعلم، لان النهارده انا عايز اقول كلمه برضو. انا بشوف كتير جدا على جروبات وعلى السوشيال ميديا ناس كتير جدا بتطلع، الله اعلم هم شغالين بتفتي ايه وخبراتهم ايه. ولكن تلاقيه طالع بالليل بيقول الذهب هيوصل الأونصة هتوصل 6000 دولار و7000 دولار. على فكره ماشي، انا ما عنديش مشكله، بس جبت الاخبار دي منين؟ اين لك هذا؟ ايه مصادرك في الكلام ده؟ ده الناس بتاعت الذهب اللي هو شغلها نفسه. ما يقول لك انا بشوف بتوع الدهب بيعملوا برضو على السوشيال ميديا، يقول لك احنا ما نعرفش حاجه، احنا ده بقى احنا زينا زيكم، ده حقيقي، احنا بنترقب وننتظر زينا زيكم. ده حقيقي ده الناس ده على فكره انا بحترم الفئه ديت جدا من التجار اللي هم بيتعاملوا في مجال الذهب ومجال المعادن. ان الناس ديت بصراحه ما حدش فيهم راح قال الذهب هيروح او الذهب كذا او الحقوا اشتروا او الكلام ده. بالعكس الناس دايما بتقول توخي الحذر للمواطنين. يعني لو انت عايز تشتري اشتري، بس توخي الحذر. صح. خلينا نقول نقطة أساسية جدا. أنا ما عنديش اعتراض كامل على إن أي حد يروح يشتري ذهب. أنا عارف إن الستات مش في مصر بس. هو أنا برضو عايزة أنتهز الفرصة بقى في البوينت ده بالتحديد وأسألك كخبير اقتصادي ومصرفي، الناس اللي اشترت الذهب وشايلاه ده الوقت المناسب هم يبدأوا يبيعوا فيه؟ والناس اللي عايزة تشتغل، اللي عايزة لسه تشتري ومتردده وخايفه ومستنيه تشوف ايه الجديد، ده برضو الوقت المناسب ليهم ان هم يشتروا الذهب ويخزنوه عندهم؟ يعني انت ايه رايك في الموضوع ده؟ تنصحهم بايه دول ودول؟ هقول لك بقى. القرارات اللي زي ديت او القرارات اللي بتبقى يعني مؤثره قوي في الكلام دوت بيجي نظرا للحاله الاجتماعيه عموما هي شكلها عامل ازاي. يعني في ناس مثلا مشتريه، وليكن برضه نضرب امثله، مشتري بمليون، ب2 مليون، ب3 مليون جنيه ذهب، و3 مليون جنيه ده في الذهب ده دلوقتي اصبح زي اللي كان بيجيب 300,000 جنيه شبكه مثلا من 3-4 سنين. ما احنا شفنا بقى المليون جنيه كان من 7-8 سنين بيجيب كام كيلو ذهب، والنهارده ال3 مليون جنيه يجيبوا النهارده كام جرام. صح. تمام. فالموضوع اختلف تماما يعني. ولكن هنقول ان الناس ديت راحت اشترت ب3 مليون. طيب هو بالنسبه له ال3 مليون دول يعنوا ايه؟ في واحد بالنسبه له لا يعني شيء، انا فلوسي ما شاء الله كتير ربنا يزيد ويبارك، فبالنسبه لي مش حاجه. ده اقول له انت خلي الذهب عندك، الذهب مش هيخسرك حاجه. لا صح. هيفضل معاك. تاني حاجه، انت شاري من نقطه شكلها ايه؟ يعني النهارده يا استاذه دينا لما حد بيجي يقول لي ايه انا هروح اشتري ذهب، تمام، انت رايح تشتري ذهب امتى؟ او انت رايح تركب القطر امتى؟ انت رايح تركب القطر وهو رايح يوصل اخر محطه، ولا رايح تركبه وهو لسه طالع من اول محطه وهيسافر بيك مكان كويس؟ بتفرق يا استاذ وليد؟ طبعا. في ايه؟ اللي اشتروا ذهب لما كان العيار 24 مثلا، او يعني هنيجي مثلا نقول سنه 2023 او نهايه 2022 على ما اتذكر، كانت اونصه الذهب ب 1980 دولار. في الوقت ده كان العيار برضه يعني على ما اتذكر كان عيار الذهب عيار 21 كان حوالي 2145 جنيه. 2145 جنيه. النهارده بعد الهبوط اللي حصل في الذهب العيار النهارده 21 عامل 6400 جنيه او 6450 جنيه. هي بص هي ما بقتش حلوه من يوم ما كسر ال1000 جنيه، هو من اول ما بدا يكسر ال1000 جنيه بقى هو كده مش حلو. لا ده انا عايز اقول بقى الحاجه الكويسه اللي جايه، هو اللي اشتروا ذهب وكان معاهم ذهب وشاريينه لما الجرام كان ب 700، انا مش هتكلم على الناس اللي اشترت الذهب ب 70 جنيه واحتفظت بيه، تمام، وما كانش في مخيلتها ابدا انه هيوصل كده، لكن هتكلم عن الناس اللي اشتريته في 700، اشترت جرامات ب 700 جنيه، واشتري الثاني لما كان ب 2000 جنيه، واشتري الثالث لما وصل 3 وكان عندها بتسمع انه هيوصل اكتر من كده، وخدت متوسط للسعر ده كله فعمل مثلا 1500 جنيه او 1800 جنيه. النهارده حالها كويس جدا. النهارده لو باعوا، لو حبوا بقى نوع من انواع الاستثمار ان هم بقى بيبيعوا جزء ويجنوا ارباح زي المستثمرين لما بتيجي بتجني ارباح كده، وباعوا
25% او 30% من الذهب، هو كسب وعوض. طيب انت ممكن تعمل ايه تاني؟ انت ممكن تاخد ال 25% دول اللي انت بعتهم دول، او ال 30% اللي انت بعت بيهم الذهب دول، وتستنى لحظه زي اللي حصل كده من يومين. اللحظه الحاسمه الحاسمه. انا شايفه الناس واقفه توابير كده على السوشيال ميديا، هي الناس واقفه توابير دي راح تبيع ولا تشتري؟ في منهم بيبيعوا وفي منهم بيشتري. في ناس باعت والجرام ب 8000 جنيه ما شاء الله، كسبت. بالظبط. كانت يا دوبك يعني الليله ديت جه النهار عليهم كان الذهب الجرام نزل 1000 جنيه. فهي شفتي بقى كسب الجرام، او هم كسبوا في البيعه دي 1000 جنيه بدل من النزول ده. في ناس النهارده بتقول لك ايه، طب ارجع اشتري مره تانية واعوض بقى وازود جرامات. ما هم برضو اذكياء، هو مش عاوز يحتفظ بالفلوس كاموال، هو عاوز يعوض. بدل ما كان معايا 30 جرام رحت بعتهم، او 100 جرام انا بعتهم تمام بسعر عالي، لما انخفض السعر بدل ما اروح اجيب 30 رحت جبت 40 جرام. هو كسب 10 جرام زياده على ال 30 اللي كانوا موجودين بفرق السعر، بس هو ما عملش حاجه خالص. صح، هو محظوظ بس هنا هو مش شطاره منه، هي حظ. بس عايز اقول بقى حاجه، زي ما ناس انبسطت وفرحت، في ناس زعلت، وان كان الزعل وقتي. ليه برضو؟ لان احنا مش ضامنين ايه اللي يجرى بكره. يعني واحد يجي يقول ايه، لو حد بيسالنا دلوقتي يقول لك ايه، ما هو هيرجع تاني ويبقى ب 6000. احنا سامعين ان مورجان ستانلي فور اكزامبل، يعني على سبيل المثال، بتقول ان احنا الذهب هيوصل ل 6000 دولار للأونصة. مين قال؟ ده توقعات، حقيقي محدش عارف بكره هيحصل محدش يعرف ايه. استاذ وليد، انا عايز اخد حضرتك لنقطه تانية. ايه تعقيبك ورأيك في تصريحات بعض رجال الاعمال والمطورين العقاريين في بعض البرامج بان اسعار العقار هترتفع ومش هتنزل تاني؟ الكلام ده ايه رأيك فيه؟ طيب خلينا نقول العقار كان فين وبقى فين. اي حاجه ليها تاريخ او ليها زمن، فتره معينه او حقبه من الزمن حصل فيها تطور في الاسعار. خلينا نقول قبل يحصل مثلا تحرير لسعر الصرف العقار كان فين، وبعد ما حصل التحرير لسعر الصرف مره واتنين العقار وصل لفين. العقارات كانت او اي وحده كنا بنشوفها يعني باي ماكس كده باقصى حد كنا بنشوف الوحده السكنيه كانت بتوصل 1,800,000 2 مليون بكتير. ودي بقى كانت ايه بقى اللي هي في منطقه حلوه جدا وراقيه والجيراننا جيراننا VIP وحاجه محترمه قوي. ولكن احنا زي ما شفنا لما حصل تحرير سعر الصرف والدولار زاد، فجم قالوا معلش يا جماعه احنا هنتكلف كتير جدا، وبناء عليه احنا الوحده ديت هتزيد في سعرها. فحصل تحريك لاسعار العقارات. بس التحريك اللي حصل دوت حصل فيه انا من وجهه نظري تمام ان حصل فيه كان سعر مبالغ فيه قوي. يعني ايه وحده كانت بنص مليون جنيه النهارده توصل ب 10 مليون؟ لا احنا هنتكلم ابو نص مليون و12 مليون. اسعار غريبه. ال 2 مليون راحت ل 2 مليون ونص و3. فين دي؟ يعني خلينا نقول اللي نص مليون، ما دي الصغيره. فين دي؟ ما دي الصغيره. هنتكلم عن دي الصغيره اللي هي بنص مليون جنيه، اللي هي كانت بتوع اللي هو ايه، كنا هنقول اللي هم متوسط الدخل، اللي كانوا بياخدوا شقه حلوه برضه في مكان لطيف. اتحركت بقت 2.5 مليون و3 مليون كمان، ووصلت في بعض الاحيان للحاجات اللي هي بتطرحها تمام الحكومه انها توصل ل 3 مليون و600. لكن خلينا نقول بقى في الحاجات التجاري اللي كان امبارح مثلا او في الفتره السابقه كنا بنشوف ان الوحده ب 2 مليون، ودي كانت اعلى حاجه في الاسعار كنا ممكن نشوفها. لقينا النهارده بنتكلم في 6 و7 و8 مليون جنيه، ووصلت ل 10 مليون جنيه و12. حلو. على كام سنه؟ على 12 سنه، وده يعتبر التسهيلات اللي راحت ليها. السؤال، كم واحد معاه 10 مليون جنيه ياخد الوحده السكنيه؟ وعايزه اقول لك ان معظم الناس اصلا عندهم الملاك نفسهم بيبيعوا عارضين على الوحدات بتاعتهم بالارقام دي 10 مليون و12 مليون وكاش. ماشي، قول لي بقى كام واحد معاه كاش يدفع 12 مليون؟ 12 مليون. طيب كم المعروض النهارده؟ وهنسيب الاسئله دي مفتوحه، احنا مش هنرد عليها مع ان انا عارفها. كم المعروض النهارده في المدن اللي فيها شقق ووحدات سكنيه وقابله او في قبول ان يطلع فيها ويطرح فيها للاسكان وناس تروح تاخد هناك؟ عدد الوحدات المطروحه للبيع قد ايه وجاهزه للبيع قد ايه مقابل الطلب عليها قد ايه؟ السؤال الثاني، ليه حصل تسهيلات بعد ما كنا بنشوف الوحده السكنيه بتتاخد على 5 سنين و7 سنين، بدأ الموضوع سنة. يوصل 10 و12 وما كانش الموضوع ده بيحصل. عشان الركود، عشان الركود لا في بيع ولا شراء.
وعشان حاجه تانية انت معلي السعر بس بتدلل على الحاجه اللي عندك. طب ما تتهاوت في السعر وتمشي الدنيا والناس تمشي بعض. هو يعني المفترض ان يحصل الكلام دوت، والمفترض ان هو ده اللي هيحصل لان في حاجه اسمها امر بيع وشراء او امر سوق. تمام، دي قواعد اقتصاديه، طول ما المعروض اكتر من المطلوب المفترض ان السعر ينزل ويتهاوت شويه. ولكن كنا ان احنا لسه ماسكين وبنحارب على ان السعر يفضل كده، بس بنزود في المدد الزمنيه والكلام ده، والله بقى اللي هيشتري هو صاحب القرار في الموضوع ده، ربنا معاهم بقى. ولكن خلينا برضو نقول ان الدنيا بدات تهدى في بعض المناطق واحده واحده. هي لازم تهدى، هي اجلا ام عاجلا لازم تهدى عشان يحصل حركه بيع وشراء تاني. بس انا هقول ان في عوامل مساعده. يعني ايه؟ يعني احنا لما بنيجي نقول مثلا جماعه بتوع العلوم والكيمياء والحاجات دي يقول ايه؟ احنا وجود اكسجين في الجو بيساعد على الاشتعال، بس لما بنمنع الاكسجين الدنيا والنار بتهدى. اختناق، بيحصل اختناق والنار بتقف. يعني عشان ما نعملش نبعد عن الاشتعال نقوم نعمل اختناق. ايه ده؟ احنا حصل بقى شويه حاجات عندنا ساعدوا على الاشتعال. هو ايه؟ الجماعه اللي جم من بره اللي جايين، والجماعه اللي جم اخواتنا اللي جم من السودان، واخواتنا اللي جم من الاماكن ديت، خدوا اماكن ووحدات سكنيه بمبالغ نفس المبالغ المطلوبه، فعملوا عمليه تشبع وزودوا من الكارثه اللي حصلت دي. طب بسرعه كده، البورصه والسندات في الوقت الحالي استثمار من وجهه نظرك؟ استثمار امن يعني؟ لا مش امن. مش امن؟ لا مش امن. تمام. لا لازم برضو توخي الحذر. وعلى فكره عشان ادخل في البورصه تمام لازم معايا مستشار مالي او حد بروكر معايا فاهم السوق وفاهم طبيعه الاسهم وديت عشان يدخل معايا، هو اللي هيساعدني. يبقى الحل زي ما قلت في اول بدايه الحلقه ان هو امن حاجه وافضل حاجه الشهادات البنكيه. مظبوط. استاذ وليد، عايزه اقول لك ان انا اتشرفت بيك جدا، نورتنا واستفدنا بمعلوماتك القيمه، وان شاء الله يعني فرصه سعيده. نورتنا. ميرسي يا استاذ، ربنا يخليك يا رب. ميرسي. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، استنونا.